أحد يدفع لي راتب مثلا؟ انت تقول له ان تاتي بحجه وليس لديك حتى دليل، انت خلاص الان يقف في صف المرتدين، انت منهم وانت والنعم منكم فانهم انت الان حكمك حكمهم خلاص. ما مش حكم يا سبحان الله، ليلتين 3 ليالي 4 ايام هم يصف فيك في الليل، فانت لا تجد نصيحتي ولا تريد يعني سبحان الله نفتح لك بالجنه لكي تعرف الحق. نحن نتكلم عن أمر أنت تدعيه، فأنا أطالبك بالبينة، ما أنت تطلبني ببينة. أنت تدعي على أناس كثيرين جدا يعدون بالآلاف أنهم مرتدين، أنا أطالبك ببينة ودليل وحجة. إلى الآن ما استطعت تعطيني ولا دليل واضح يسلم من الطعن. يعني يجب أن يكون دليل التكفير يسلم من الطعن، لو طعن به خلاص هذا يعني لا يمكن أن يبقى دليل إطلاقا. دليل جبهة النصرة، جبهة الخضرة أعوذ بالله. أعطيني دليل معلش على تكفير جبهة النصرة، هاتي دليل. ماشي، أنت تكفر جبهة النصرة، أعطني دليل على كفرها. ظهرت المشركين على المسلمين. كويس، أثبت الأصل أن هناك من هم المشركون الذي تؤازرهم جبهة النصرة؟ مرتدين اللي توحيد أحرار الشام، أشرار الشام، وكم من طائفة يعني حواليكم هناك. ماشي ممتاز، معناتها نجمعهم كلهم باسم الجبهة الإسلامية. هات اعطيني ما هي النواقض التي ارتكبتها الجبهة الإسلامية حتى يصح أن الحكم الذي بنيته أنت مظاهرة المشركين. أعطني دليل على كفر، دليل، لا أريد أكثر من واحد، دليل واحد على ردة الجبهة الإسلامية. دخل رسل أسلحة وذخيرة من تركيا، الأخ هذا محمد الأمريكي خرج إصدار بيان هناك يتكلم عن هذه المسألة، قال نحن وقفنا رسل يومين، أتى أمر من الجوليان قال اتركوا هذا الرجل يدخل. لماذا هذا يدخل؟ لكي يقاتل الدولة. طيب هل هو عنده تسجيل مثلا، أمر صوتي، ورقة؟ هذه شهادة واحد تكفر طائفة كبيرة بشهادة شخص واحد. أنا لا أقبل هذا، شهادة شخص لو كان أورع الناس، شهادة رجل واحد على أمة لا أقبلها. هذا الأخ نقول كذب، نحطوه على الزيت. الجبهة الإسلامية خرج إسلام إبليس بفمه الفاجر، قال نحن نريد دولة ديمقراطية، دولة علمانية، يعني أكثر من هذا ما بعرف شيء. كويس، ما علاقة يعني هذا الأمر بكفر الجبهة الإسلامية؟ وأميره يا الجبهة الإسلامية انسحبت من المجلس العسكري والأركان، ما لها مقعد. طيب خلاص، أم يضحك عليكم. مش يعني خلاص، يعني لازم يعني أجاريك مشان في بيان على النت أنهم انسحبوا من الجبهة من المجلس العسكري والأركان. إيش بدك أكثر من ذلك؟ اسمع، أولا خلينا مشان ما نضحك على بعضنا ومشان ما نشوش. أولا الدليل الأول أبو محمد الأمريكي، هذا الدليل سقط عندك ولا ما سقط؟ يعني تجاريني مجاراة. اسمع، هو يقول لي لعل هو شهادة أبو محمد الأمريكي سقطت ولا ما سقطت؟ يعني شهادة الواحد لا تجوز على طائفة خصوصا في باب الكفر. هاي الطائفة أنتم سبحان الله ترتل الرجل فيك 4000 شاحنات كبار كلهم ذخيرة وأسلحة، تركهم يدخلوا لكي يدخلوا يقاتلوا الدولة الإسلامية، وأنتم تعلمون هذا. ويوصل سبحان الله من جمال معروف ولا جبل معروف هذا شو اسمه، من عند تركيا يدخلون هكذا. الأخ كم من أخ حاجة منع هذا الرجل أن يدخل، وجاء أمر الأمير بتاعكم هذا اسمه جوليان ولا ما بعرف شو اسمه، قال اتركوا هذا الرجل كي يدخل. هلا أنت قلت لي هذا شهادة شخص واحد، هذا الشخص واحد لا تصح شهادته ولو كان الخبر صدق بالنسبة له. نحن في أحكام القضاء والحكم على هذه الطائفة لا يصح عندنا شهادة الواحد حتى لو كان هذا الواحد رجل واحد، يعني أورع الناس على وجه الأرض. تفضل أجيبك، تفضل. معك تفضل أجيبك. من جنود بشار يقول لا إله إلا الله، هل هو كافر أم مسلم؟ كرر. من جنود بشار يقول لا إله إلا الله ويصلي، هل هو مسلم أم كافر؟ أقول لك هو مرتد. اسمع هذا السؤال هذا أقوى سؤال هذا في العقيدة. الجنود السلول الذين يحرسون الحرم المكي ماذا حكمه، مسلم أو كافر؟
هلا لا تجلس تعرف ان خلاص الامر يعني ما قضيه الاختبارات ومدري ايش، واسالك وعلى اساس تمتحني في العقيده وعلى اساس انه تقول لي عندك ارجاء ولا ما عندك ارجاء. نحن ليس هكذا، نحن نقول لك سق لي عندك، انت الان تقاتل مجاهدين بالالاف ويعني تفوت على الامه مصلحه الجهاد ومصلحه عظيمه من اجل حكم بنيته على خطأ. انا اطالبك اعطيني دليل على كفر الجبهه الاسلاميه. بالعربي او بالانجلش او بالتركي احكي معك بالعربي، خذ لك حكمه وخلاص. انت هل تريد، هل عندك رد على هذا الكلام؟ ما عندك رد، خلاص. هلا شغلي يعني بكيفك، عندي رد عندي جواب ولا ما عندي جواب؟ ما راح اجاوبك على هذا سؤالك حتى تجاوبني على السؤال الاهم الذي يعني تجري وتسفك له دماء. انت ليش مكفر الجبهه؟ لانها آزرت الجبهه الاسلاميه، صح؟ طيب اعطينا دليل على كفر الجبهه الاسلاميه وخلينا نرتاح. تحت الاخوه يحكوا معك اربع ايام، كل ليله يحكوا معك شيء اكثر من 8 ساعات ويحكوا لك على بيان جبهه الخضراء، ليش الجبهه الاسلاميه؟ الجبهه الاسلاميه ذيك من زمان عارفينها كفار ومرتدين، ولكن اعطاك ادله على رده الجبهه الخضراء. انت سبحان الله بعد 4 ايام بتفهم مني انا. سبحان الله، والله إيه، والله ما اعطوني دليل واحد على كفر الجبهه الاسلاميه حتى يعطوني على كفر جبهه النصره. ما عندهم دليل على كفر جبهه النصره الا مؤازره المرتدين. طيب اثبت لي اول شيء رده المرتدين وبعدين يعني مباشره انا مباشره اسلم لك يعني بالحكم الثاني. كانت احكام عليكم، كانت احكام مطابقه انتم وقعتوا فيها. اعطيني على كفر الجبهه الاسلاميه، ما دام انت عندك الامر محسوم ومنتهي وعم تقاتل وانت مرتاح ومانك يعني ما عندك خشيه من ملاقاه الله عز وجل حين يسالك. اعطيني دليل يا اخي وريحنا. غير ملاقاة الله عز وجل، نسأل الله يكون يتقبلنا من الشهداء مقبلين غير مدبرين. لك اي شهداء اذا انت مكفر الناس وتقاتلهم على راي خاطئ من عندك؟ يعني سبحان الله، يعني امراءك قالوا لك كفار، خلاص انت يعني تتابع خلاص مباشره تتابع على كفر هؤلاء. اعطيني دليل، انت بماذا تقاتل؟ اعطيني استبين لي دينك. اخي اسكت، انت مهاجر، انت لا تعرف شيء اخي. سبحان الله، كيف لا اعرف وانا يعني اطلب منك دليل واطلب منك يعني انه تعطيني دليل على كفر هؤلاء؟ انت كاذب انت اعوذ بالله. سبحان الله، ما شاء الله، ايش صابك؟ ماذا اصابك يعني؟ نقذف بالحق على الوطن فإن الله اكبر. اطالبكم بدليل تجعلون شتيمه كافر كافر كافر. اعطيني دليل على كفر الجبهه الاسلاميه، اعطيني دليل واحد. ايش دليل؟ ايش دليل؟ هم يصلون، هم يصومون، هذا اسلام؟ اتني دليل. انت خروف. سوري كامله، متى دخلوا اسلام؟ اتني دليل، اتني. الله اكبر الله اكبر. يعني عندك انت الشعب السوري كله كافر او الاصل فيه كافر؟ ها تكرر. لا يعرف اسلام، لا يعرف كفر بالتاغوت. تمام، انا اريد منك دليل. منك دليل. جبهه اسلاميه، احرار الشام، كيف عقيدتهم؟ هم يعرف، كل يعرف كفر بالتاغوت، كل يعرف نواقض الاسلام. هم يعلمون. هم ياخذون ذخيره من تركيا. انت تعرف ليش ياخذون من ذخيره من تركيا؟ ايش دليلهم يضرب من الدول الاسلاميه؟ هم يساعدون كفار الى المسلمين. تعال انت تكون معنا، تريد تقتل كفار تكون معنا. اذا تريد تعال زيتون، اذا تريد معنا، اذا تعال زيتون. نحن مسلمين، نحن سنبقى هنا، نحن نقام الدين ان شاء الله، نحكم بما انزل الله، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ومن لم يكفروهم هم كل كفار. يا شباب، توافقونه ان الاصل في الشعب السوري الكفر؟ النصر في مرتدين، جبهة إسلامية ليس مرتدين، هم كفار الصين. تمام، آتيني دليل، هم متى دخلوا الإسلام؟ آتيني دليل. يا شباب، انتم توافقونه ان الجبهة الإسلامية كفار اصليين، الاصل في الشعب السوري الكفر؟ انتم تقولون هذا، توافقونه؟ قبل ثورة هم يعبدون بشار، يذهبون للانتخابات، يذهبون إلى محكمة طاغوتية. في المشكلة هم يذهبون إلى بشار، هم لا يذهبون إلى حكم الله. أنا عارف أحرار الشام، أنا منذ 20 سنة في أحرار الشام.
إذا جبهة النصرة أحرار الشام جيش الشرك إذا هم تريد إسلام منذ 3 سنوات أين هم أين يحكم منزل الله؟ أنا أعرف باب الهوى، أنا أعرف إدلب، أنا أعرف حما همس، هم لا يحكموا منزل الله هم قال دولة واحد مرة في الدنيا قتل الواسع قال هم يقولون هذه خطير جدا. ليش؟ الله عز وجل يقول تقتل نحن نقتله. خلاص تمام اسكت أنت. إذا تريد قتال يتقدم يلا تقدم هيا تمام. عندنا يوجد علماء، عندنا يوجد مسؤول الشرعي. نحن أعوذ بالله يعني نحن ليس جيد عربي لكن يا شباب أنتم توافقونه أن الأصل في الشعب السوري الكفر؟ توافقونه أن الأصل في الشعب السوري الكفر؟ كفار خلاص. واحد فقط لا يصل فيه الإسلام إلا ما ظهر كفره. يعني أنتم مختلفون. فهموا لي هذا الأعجمي أنه أنتم ما توافقوا على كلامه، وبالعكس لازم تحطوه في دورة شرعية. هذا خطير يقتل أي مسلم يمشي على الشارع، يمشي في الشوارع. الإسلام وأحرار الشام وأولياء التوحيد هم كفار أصليون. لم يقل المسلمون عامة المسلمون، لم يقل هذا. لا هو قال أن متى دخل الشعب السوري إلى الإسلام، وبعدين هذا الحكم الذي بنى لا تبرر له أنت، لا تبرر له. ليش؟ لأنه قال كفار أصليين. كفار أصليين، أنت تعرف إيش معنى كفار أصليين؟ والباقي نخلصوا عليه احنا بالمساعدة مع النظام النصيري. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله شرا. السلام عليكم. ايش بقى؟ انت هو قال كفار اصليين. تعرف ايش معنات كفار اصليين ولا هاي كمان ما تفهموها؟ انا ما الومكم لانكم ما تفهمون دلالات هذه الالفاظ، لا تفهمون دلالات هذه الالفاظ والعبارات والاحكام. مرتدين باذن الله نحن ونظام نعمل لكم حصار جيد جدا. كما نسلموا حالكم لينا نقتلوكم ونسلموا حالكم للنظام يقتلوكم. يعني سبحان الله بظرف 5 دقائق انتم 3 متناقضين. اتفقوا بيناتكم في مربع من الارض لا يتجاوز الكيلومتر انتم موجودين فيه. واحد يقول كفار اصليين، واحد يقول الاصل فيهم الكفر، واحد يقول لا، وواحد يقول ايه، وواحد يبرر. اتفقوا على حكم واحد. طيب احنا احنا متفرقين. المهم ان كلنا متفقين على قتلك انت واتباعك والمرتدين مثلك. طيب نحن متفرقين، نحن كل واحد دين، نحن ولاهم سواء كنا بين البوذي بين الشيعي بين المهم الهدف بتاعنا قتلك انت. طيب عبد الله يلا خلص روح حك ظهرك على الله يبارك. كل عدو الله ليس عبد الله هنا. عبد الله عدو يا اخي، كل عباد لله، حتى اعداء الله من عباد الله. احنا ان شاء الله يعني نحن موحدين بالمساعده مع الكفار الاصليين نقضوا على المرتدين ثم بعدين نتصرفوا احنا الكفار الاصليين. طيب يعني انتم الان متحدين مع الكفار الاصليين؟ لا مو متحدين، ولكن عندنا هدف واحد. يعني مثل ما كان الشيخ اسامه في افغانستان هدفه اسقاط الاتحاد السوفيتي، وامريكا كان هدفها اسقاط الاتحاد السوفيتي، فاتفقت المصالح. احنا الان مصالح ملتقيه في قتلكم. يعني نحن والنظام نتقاتل، ولكن انا بالنسبه لي اولويه قتلكم انتم، والنظام بالنسبه لي اولويه قتلكم انتم، ثم تصير المقابله بيننا وبينهم. يعني جيد. بالنسبه على الدليل الكفر الجبهه الاسلاميه ما يهمنيش، ما بدي اعطيك دليل. المهم نقتلك ونقتل. طيب عبد الله كفار ما يهمني فيك. وقل لي انتم اذا الجبهه الاسلاميه ليست كافره ليش قتلوها مقتحمين عليها في ليش مقتحمين عليهم في دوديان والمناطق الاخرى اذا هم مسلمين؟ يا مسلمين واحنا مسلمين والناس كلهم مسلمين. شوفوا المكان اللي اخذوه اقتحموا عليه، اخذوه في المازوت النفط الغاز اقتحموا الغاز في الله يزيد جسمه. اقتحموا على الجبهه الاسلاميه المسلمه. المسلمين في جبهه النصر اقتحموا على الجبهه الاسلاميه المسلمه، فانسحبت الجبهه الاسلاميه المسلمه الى مارعة الرفعت، واقتحمت جبهه النصر المسلمه على الاخوه في فكلة ريحه اخرى من عند اخوه مسلمين، كل مسلمين على وجه الارض. حتى عفوا ليس مسلم سؤال يعني ما عندك مشكله في انكم تسلمون بعض النقاط للنظام؟ ما عندك مشكله في ذلك؟ والله اسال نفسك اللي انت سلمت الطعانه للنظام يا مرتد. والله هو دخل من طرفك يا مسلم، دخل من طرفك واعطيته شامر ايضا، والان تتهيرون تعطوه الباب وتعطوه كويرس وتعطوه دير حافر. نحن نعرف هذا الموضوع. يا خنزيرك يا مرتد. ايوه هذه حجه السفهاء اللي ما عندهم حجه.
استطعنا زال عنا بكيناه بك. احنا النظام ما يغلبناش وامريكا ما تغلبناش والجناني المرتد ما يغلبناش يا مرتد باذن الله والحمد لله. وباقيه تحب ولا تكره باقيه ادعي بينا باقيه جوه باذن الله باقيه والنظام لم يسمح هذا المكان مرات دولة السماء يلتف الى الجيش الحر وهو يعرف انه ابنائه يعطف عليه جنبه يخلي سرياله كرسي ويقطع.